10 حاجات يعززوا جوانا إحساس الثقة بالنفس. في الجزئين اللي فاتوا كنا بنتكلم عن الثقة بالنفس. لو حابين تشوفوا الجزئين القدام هحط لكم اللينك في أول كومنت. طب ايه موضوع الثقة بالنفس ده؟ الثقة بالنفس مش رفاهية، احنا محتاجين نعزز جوانا إحساس الثقة بالنفس لأنه بينفعنا في كل المواقف وفي كل الأصعدة، من أول المدرسة، الجامعة، الشغل، مع أهلك، مع صحابك، مع شريك حياتكم. في كل مكان انت محتاج تكون معزز جواك إحساس الثقة بالنفس. والخبر الحلو ان الثقة بالنفس بتتعزز وبنقدر ان احنا نكتسبها مع الوقت ومع بعض الأفكار والممارسات اللي بتساعدنا ان احنا نعزز جوانا إحساس الثقة بالنفس. لو أول مرة تشوفوني، أنا نانسي مراد، لايف كوتش مهتمة بالبحث والقراية عن العلاقات وتنمية الذات والأنوثة. لو مهتمين بمحتوى زي ده اعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوز الجديدة. نيجي للسؤال المهم، ازاي أعزز جوايا إحساس الثقة بالنفس؟ رقم 1، ما تكونش people pleaser. بطل تسعد الناس على حسابك أو على حساب راحتك. دي مش دعوة خالص انك تكون انسان سخيف وما بيحبش حد وما بيساعدش حد، بس اللي اقصده هنا انك تسعد الناس اللي تختارهم لما تكون فعلا من جواك حابب انك تساعدهم، مش تسعدهم او تيجي على نفسك لانك خايف ان هم يسيبوك او خايف انهم يقلبوا عليك او خايف ان هم يمشوا. رقم 2، الخوف من الرفض. لما بنفعل جوانا احساس الخوف من الرفض بيكلبشنا، بيعطلنا جدا عن قرارات مهمة، بيعطلك انك تبادر في حاجات وتعمل خطوات مهمة في حياتك، في علاقاتك. خلوني كده اسألكم، هل ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، هل الناس كلها اجتمعت على ربنا؟ الإجابة لا. ربنا سبحانه وتعالى لحد دلوقتي في ناس مش معترفة ان في اصلا اله موجود في الكون. فخلونا بقى ننزل لينا احنا كبني ادم بسيط عنده عيوبه وعنده مشاكله وعنده نقط ضعف وعنده مشاكل كتير. ليه متوقعين ان انا كل الناس تتفق عليا؟ يعني ليه بنزعل لو انا اترفضت في علاقة، او في حد بحبه سابني ومشي، او في حد صاحبي قوي قرر ان هو يقطع معايا، او في شغل او سفر قدمت عليه وما اتقبلتش او ما توفقتش فيه؟ ببساطة الإجابة مش معناها أبدا إنك اترفضت في شيء إن أنت مش مؤهل أو مش كويس. جايز الشيء ده مش مناسب ليه، جايز مش نصيبك، جايز هيبقى نصيبك بعد شوية، لكن ما تخافش إنك تترفض. ده بيأثر عليك وعلى روح المبادرة اللي جواك، ومفيش حد واثق في نفسه مش بيبادر ومش بياخد خطوات. فما تخليش الخوف من الرفض يكتفك ويعطلك ويخليك ما تاخدش خطوات انت ممكن جدا تبقى سعيد وفخور بيها بعدين. ولو ما نجحتش فيها انت عليك السعي وربنا عليه النتيجة. رقم 3، خلي جيوبكم مليانة تجارب. مهما جمعت البني آدم كل نصايح الكوكب عمره ما بيتعلم بجد إلا لما بيمر بتجارب. يعني أوكي، أنا موافقة جدا إنه نقرأ كتب ونتعلم ونسمع يوتيوبرز بيتكلموا في توبكس تهمنا وناخد نصايح من الناس اللي سبقونا أو الناس اللي جربوا حاجات ونجحت معاهم، مفيش مشكلة. لكن إيه اللي بيكمل التجربة بتاعتي وبيخلي بجد عقلي وقلبي مليانين؟ إني أجرب. ما تبخلوش على نفسكم انكم تجربوا حاجات الريسك فيها محسوب. مش لازم يبقى الانسان متهور وبيعمل حاجات تضره جدا، بس لازم تجربوا الحاجة اللي هتملأ قلبكم وعقلكم بالتجارب وفهم الحياة بجد، هو انكم تجربوا. رقم 4، المقارنة تتشطب من قاموس حياتنا. ببساطة المقارنة دي معناها ان انا بركز على السلبي اللي عندي والايجابي اللي عند الناس، وده حاجة ظالمة جدا ومش منصفة، لان كلنا عندنا حاجات حلوة في شخصيتنا وحاجات وحشة. فمعنى ان انا اقارن ان انا قررت ان انا افضل مركز السلبي اللي عندي واللي ناقص في حياتي وايه الحاجات الكاملة والكويسة عند الناس التانيين. فبنشطب المقارنة، ولو طالبة معانا قوي مقارنة تقدر انك تقارن ما بين نفسك زمان ونفسك دلوقتي، فهتقدر تشوف بشكل منصف ايه الحاجات اللي انت او انت اتطورتوا فيها وايه الحاجات اللي محتاجين تشتغلوا عليها وتطوروها الفترة اللي جاية. رقم 5،
التكبر حاجة بتدل على ان الانسان ده مش واثق في نفسه خالص. مش معنى كده انك تكون متواضع بقى بشكل مفرط وتلاقي الناس كده مستهفئاك ومش حاسة بقيمتك. لا، احنا محتاجين نتعلم ازاي نكون متواضعين لكن حاسين بقيمتنا. رقم 6، من الحاجات اللي بتفوقك وتخليك واثق في نفسك هي انك تفكر نفسك بالحاجات الصعبة اللي عديت او عديتي بيها. ساعات بننسى في وسط الكركبة، ولو حاجة عدت عليك كسرت قلبك او وقعتك او عطلتك جامد، بتحتاج انك تفكر نفسك بالمواقف الصعبة اللي عديت بيها عشان تفوق وتحس انه قد ايه انا كنت قوي، قد ايه اتصرفت هنا كويس، قد ايه قمت على رجلي وفقت لحالي بعد ما كنت مكسور ومش قادر اتحرك ولا اتصرف، قد ايه جمعت نفسي وبقيت واثق في نفسي واتصرفت وفي وقت انا كنت فيه مهزوم وضعيف وحاسس اني مرفوض وحاسس ان كل الدنيا جاية عليا. لما بنفكر نفسنا بالحاجات الصعبة اللي مرينا بيها، ده في حد ذاته بيخلينا أقوى كتير وأكتر ثقة بنفسنا، لأنك بتفضل فاكر تاريخك كان عامل ازاي. رقم 7، ما تخافوش من الفشل. ما تخافوش من الفشل. عارفة ان الكلمتين يعني بيتقالوا بسرعة بس تحقيقهم وتنفيذهم صعب. لو بصيتوا على الفشل من المنظور بتاع انه الفشل ده بيعلمني حاجة ناقصاني، او الفشل ده بيعلمني ان انا ابقى ارادتي اقوى، بيعلمني اني محتاجة اشتغل على حاجة في نفسي، في شخصيتي، في السكيلز بتاعتي، بيعلمني قيمتي احيانا، لانه فشلك في حاجات بيعلمك ان قيمتك اعلى من كده وانك تهاونت في قيمتك. فشلك في حاجات بيعلمك انك محتاج تطور حاجة وتشتغل على حاجة. لو بصيتوا للفشل بالشكل ده هتتعلموا كتير وهتبقوا حاسين بالفخر من كل حاجة فاشلة عدت عليكم. رقم 8، دايرة المعارف المؤذية. دي حاجة ممكن تفشل بني آدم وتخليه مش واثق في نفسه. أيوة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله، يعني انت مهما عملت الناس القريبين منك بيأثروا عليك. فخلي بالك جدا. انا مثلا دلوقتي بحكي لحد عن علاقة في حياتي، والحد ده طول الوقت متعقد من العلاقات ويائس وفاهم ان كل الناس وحشة، كل الناس اشرار، العلاقات كلها في الاخر هتبوظ. فانت بتقوم من مع الشخص ده وانت الكلام في دماغك ومستهلك، لانك طول الوقت بتبرر له وعايز تقول له لا في امل، لا ممكن يحصل كذا. فانت بتبقى مستنزف وقايم بمعتقداته، ومعتقداته بتقعد تضرب في معتقداتك انت جوه دماغك، فبتهلك روحك. لو بتحكي حلمك لحد مش مصدق في الأحلام، مش مصدق إن في نجاح، روتيني ممل بيكره نجاح أي حد غيره، هتضر جدا من إحباط هيوجهه ليك، هيكسر مقاديفك، هيحسسك إن اللي انت بتحلم بيه ده مستحيل إنه يتحقق، هيحسسك إن كل حاجة أصلا مستحيلة. فاختاروا الناس اللي بتشاركوها وقتكم، الوقت ده اللي هو أغلى حاجة في حياتك. اختاروا الناس اللي بتشاركوها أحلامكم، لأن الأحلام دي ممكن تخليك هنا وممكن تخليك هنا. فركزوا جدا مع دايرة المعارف بتاعتكم، لأن دي من الحاجات اللي بتفرق جدا في الثقة بالنفس. رقم 9، سامح عشان نفسك. ليه أسامح؟ السماح يا جماعة إن أنا أقرر إن أنا أسامح صفة بتخليك واثق في نفسك، ومش بس واثق في نفسك، بتخليك حاسس برضا واطمئنان وسكينة، لانه انت بتتقبل فكرة انه انا وارد ان انا ابقى وانا ماشي في الدنيا اتجرح، وارد ان انا اتأذي، ما هو ولا انا ملاك ولا انا عايش مع ملاك، انا في الدنيا وفي دار ابتلاء. ولما اقرر اسامح، مش هسامح عشان الشخص اللي قدامي ده طيب ولا شرير ولا مؤذي ولا ما اذانيش، انا هسامح عشان نفسي. الغضب والغل اللي بيبقوا جوانا من اي ناس اذونا، سواء الناس دول اهلنا، صحابنا، ناس حبيناهم، ناس اشتغلنا معاهم،
الغضب بيتقلك، الغضب بيضرك وبيعطلك، بيستنزفك وانت مش فاهم ولا واخد بالك ايه اللي مخليك مستنزف. فلما تسامح وتتقبل انك في الدنيا، وانك في دار ابتلاء، وانك في دار الابتلاء دي هتقابل مواقف ما كانتش تخطر على بالك، وتتقبلها، ده بيديك سوبر باور انك تكمل. انا عارف ان انا في الدنيا، انا عارف ان انا هتأذي، انا عارف ان انا في احيان كتير هبقى مبتلى، وعارف ان انا هسامح وهتخطى ده عشاني انا، مش عشان اي حد تاني. رقم 10 والاخيرة، بدون مبالغة، لو هفكر في اكتر حاجة من الحاجات اللي بقعد ازن على نفسي فيها وازن على اي كلاينت او اي حد امره يهمني فيها انه يعملها يوميا، هي الجورنالينج او الكتابة. لما بكتب بشوف الافكار اللي جوه دماغي، لما بكتب بحكي وبفضي دماغي اللي بتتوه وبتتعطل، لما الافكار والحزن حاجات اللي قرفاني بتكتر جوه دماغي. الكتابة بتخرج كل الكلام، الكتابة بتخرج لك افكار وحاجات بتدور جوه دماغك وانت مش فاهمها ومش لاقطها، اما بتخرجها بتشوفها اوضح وبتقدر تحلها بشكل اسهل. الكتابة بتخليك تشوف الباترنز المؤذية اللي في حياتك. لو في موقف انت عمال تكرره في كل علاقاتك بتشوفه لما بتقعد تكتب، لان ساعات الحاجة جوه دماغك بتفضل تتزحم وتتوه فيها. لما بتخرجها كده وبتقعد تستفها على ورق وتفردها على ورق، الموضوع بيختلف خالص، غير انك بتحس انك اخف وبتفضفض اول باول، وبتحس ان كل حاجة بدأت تترتب وتتستف جوه دماغك. الكتابة مهمة، فلو هوصيكوا بحاجة تعملوها كل يوم، هوصيكوا انكم تكتبوا كل يوم مشاعركم، افكاركم، ايه نيتكم النهاردة، ايه حاجة محتاجين تتعلموها، ايه حاجة محتاجين تقللوها او تبطلوها، مين في حياتكم عايزين تقربوا منه، مين في حياتكم عايزين تقللوا او تسطحوا علاقتكم بيه او تبعدوا عنه. كل الحاجات دي واكتر واكتر بكتير هتكتشفوها لما تواظبوا على الكتابة. فيديو النهاردة خلص. لو كنتوا كملتوا الفيديو لحد الاخر فشكرا شكرا والله. لو حابين تسمعوا اكتر عن الثقة بالنفس هحط لكم لينك بارت 1 وبارت 2 في اول كومنت. لو تعرفوا حد محتاج يسمع عن التوبيك دي شاركوا بيها عشان يستفاد، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو عجبكم الفيديو وحابين تشوفوا فيديوز اكتر. ولو حابين تحجزوا جلسات اونلاين ابعتولي على واتساب على الرقم اللي محطوط على الشاشة دلوقتي. اشوفكم الفيديو اللي جاي.